أنا اسمي خديجة وحابة إني أحكي لكم الحكاية المؤلمة المرة اللي عشتها أنا وأختي. حكايتي قديمة شوية وعدت عليها سنين وأيام كتيرة، بس لحد الآن مررتها قاعدة في حلقي. أنا كنت عايشة مع أمي وأبويا وأختي مريم في بيت صغير وبسيط بيطل على البحر. والبحر هنا أنا مقصودش بيه البحر أبو مية مالحة، لأ، أنا قصدي على النيل. إحنا في الصعيد بنقول على النيل بحر. أبويا كان بيشتغل مزارع في أرضه، دخله كان بسيط ويدوب بيقضينا أكل وشرب، بس أبويا كان صابر وراضي على ضيق الحال وبيعمل كل اللي عليه علشان يكفي كل طلبات البيت والتزاماته. المشكلة الكبيرة كانت في أمي كانت دايما ساخطة على العيشة وضيق الرزق، وما كانتش بتبطل عراك مع أبويا، وما كانتش بتبطل طلباتها الكتيرة. أمي كانت جميلة جدا، تقريبا هي أجمل وحدة في القرية عندنا، وكانت دايما شايفة نفسها مظلومة في العيشة والحياة اللي هي عايشاها، ودايما تنكد على أبويا وتقوله إنها ظلمت نفسها بجوازها من راجل كحيان زيه، على حسب ما كانت دايما بتوصفه. المشاكل ما بينهم كترت، وأمي دايما كانت بتسيب البيت وتمشي عند بيت ناسها، وإحنا بيوتنا كانت كلها جنب بعضها. فأمي كانت بتاخد أختي مريم معاها، بس أنا ما كنتش برضه أسيب البيت وأسيب أبويا، لأن أنا كنت متعلقة بيه جدا. أبويا كان طيب وحنين، وبشوف إن أمي بتظلمه بمعاملتها القاسية دي، وفي كل مرة كانت أمي بتزعل وتسيب البيت، وكانوا عمامي بيروحوا يرجعوها بعد كام يوم، وترجع تاني لخناقاتها ومعايرتها لأبويا بفقره، لحد ما في مرة قالت له خلاص أنا كرهتك وكرهت العيشة معاك، طلقني لو عندك دم وسيبني لحالي، أنا مش عاوزاك. أبويا كان عزيز النفس، ما استحملش معاملة أمي ولا كلامها الجارح، فطلقها، وأمي راحت تعيش عند بيت ناسها، وخوالي رفضوا إن أنا وأختي مريم نعيش معاها، وقالوا إحنا مش هنصرف على بنات حد، انتوا ملزومين من أبوكم. في الوقت ده أنا كان عندي 7 سنين، وأختي مريم كان عندها 5. مريم كانت متعلقة بأمي جدا، وطول الليل كانت بتفضل تبكي عليها. كنا بنروح لأمي زيارة كل كام يوم، بنروح ساعة وبنرجع لبيت أبويا. مر كام شهر على طلاق أمي وأبويا، وبعدها عرفنا إن أمي تجوزت راجل من بلدنا بس عايش في القاهرة، وهياخدها وتسافر وتعيش معاه هناك. رحنا لها زيارة قبل سفرها علشان نسلم عليها، ودعناها وإحنا مفحوطين من البكا، ورجعنا لبيت أبويا. ومن بعدها سافرت أمي مع جوزها من غير حتى ما تفكر فينا، ولا فكرت إحنا هنعمل إيه من غيرها. ومن بعدها كمان بكام شهر أبويا سافر ليبيا علشان يشتغل، وجات جدتي أم أبويا علشان تعيش معانا في البيت، علشان يعني تاخد بالها مننا. ومن هنا حياتنا أنا وأختي ابتدت تكون أسوأ وأسوأ. جدتي كان اسمها عزيزة، وكانت معروفة بجبروتها وطبعها القاسي، كانت ست سليطة اللسان، وكمان كانت بتكره خلفة البنات، وكانت بتكره أمي كره العمى، لأنها كانت شايفة إنها عذبت ولدها اللي هو أبويا، وكانت شايفة إن أمي هي السبب في إنه يهج من البلد ويتمرمط في البلاد الغريبة. فجدتي كانت بتطلع كل غضبها وحقدها من أمي علي أنا وأختي، كانت بتعاملنا أقسى معاملة، حرمتنا من إننا نعيش طفولتنا، وكانت بتشغلني أنا وأختي خدامين عند عماتي وحريم عمامي، وكل حاجة كانت ممنوعة علينا، وممنوع إننا نشوف الشارع غير بس إحنا ورايحين المدرسة. ومدرستنا كانت في قرية جنبنا، ولما كنا بنرجع للبيت ما كانتش بتسيبنا نذاكر. جدتي كانت قاسية، ودايما كلامها عن أمي فيه معايرة واتهام في شرفها. تهنا وتعذبنا وتحرمنا من كل شيء، حتى اللبس كنا بنلبس هدوم بنات عماتي وعمامي القديمة، والفلوس اللي كان بيبعتها أبويا كانت جدتي بتصرفها على بناتها. أنا كنت هادية وصبورة شوية، أما أختي مريم فكانت عنيدة، كانت بتحب الحياة واللبس والراحة، ودي طبعا حاجات كانت متحرمة علينا. علشان كده مريم كانت دايما ساخطة وناقمة على العيشة، ودايما كانت بترد على جدتي وتجادلها، وجدتي كانت بتخلي عمامها يضربوها، وجدتي كانت دايما بتقول اكسر للبت ضلع يطلع لها 24. مريم كانت جميلة جدا جدا زي أمي، وأنا برضو كنت جميلة، بس طبعا مش زي مريم. وجدتي كانت بتشوف في مريم نسخة من أمي، علشان كده كانت بتكرهها وعاوزة دايما تكسر نفسها وبتضيق عليها في كل شيء. جدتي كانت شديدة، وكانت دايما تحذرنا إننا نتعامل أو نختلط مع أولاد، تقول لنا أنتوا بنات حسكم عينكم تبصوا لحد كده أو تكلموا حد كده، وممنوع حتى تلعبوا مع أولاد عمامكم، كل شيء كان ممنوع. لبستني الحجاب أول ما عمري
بقى 10 سنين، ودايما كانت بتخوفنا وتحذرنا من إننا نبص كده أو كده، وكانت بتتكلم على بنات الجيران اللي بيعملوا تصرفات شينة وتقول لنا اوعوا تبقوا زي فلانة ولا زي علانة، أنا ما عنديش يما ارحميني، اللي هتعمل حاجة غلط هجيبها تحت رجلي. ودايما كانت بتقول لنا مثل: اللي ما تحافظش على نفسها في البحر عرسها، اللي ما تحافظش على نفسها في البحر عرسها. أنا أول ما كانت بتقول الجملة دي كان قلبي بيتنفض، مع إني كنت صغيرة ومش فاهمة معناها، بس نظرة وطريقة التهديد اللي بتقولها بيها جدتي كانت بترعبني. وفي مرة كنت قاعدة مع مرت عمي وقلت لها إيه معناها الكلمة دي، كلمة اللي ما تحافظش على نفسها في البحر عرسها؟ قالت لي معناها إن البنت اللي تفرط في شرفها وتحط راس أهلها في الأرض أهلها بيقتلوها وبيرموها في البحر، يعني بدل ما تتجوز وتفرح زي كل البنات، لا دي بتتقتل وعرسها بيكون في البحر. أنا بعد ما مرات عمي قالت لي كده اترعبت أكتر وأكتر، وكنت بخاف حتى أقرب من أي ولد ولا ألعب مع الأولاد. أما مريم أختي فما كانتش بيهمها حد ولا بيفرق معاها كلام جدتي خالص. مريم كانت بتكره الصعيد والحياة الصعبة اللي كنا عايشينها، دايما كانت بتحب تتفرج على أفلام عربي وتشوف حياة البندر وتقول أنا نفسي أعيش الحياة دي، أنا قرفت من حياة الصعيد والخنقة والقفلة اللي احنا فيها، لا في لبس ولا فسح وكتم نفس، أنا عاوزة أطلع أتفسح وأشوف الدنيا. أمي بقى خلفت من جوزها اللي اتجوزته، وكانت كل كام سنة بتيجي تزورنا هي وأولادها. أمي اتغيرت، بقت شبه بنات بحري في لبسهم وطريقة كلامهم وحتى كلام عيالها. ولما كانت بتاجي البلد زيارة وبنروح لها، أختي مريم كانت بتتجنن من اللي بنشوفه ومن الحكاوي اللي بتحكيها أمي عن القاهرة والعيشة فيها. كانت مريم بتقعد تتحايل على أمي إنها تاخدنا معاها وترحمنا من ذل جدتي، بس أمي كانت بتقولها مش هينفع تاخدنا علشان جوزها مش هيوافق إنه يعيشنا معاه. وكانت أمي بتقعد شهر ولا حاجة وبعدين بترجع مع جوزها ونرجع إحنا للذل والعيشة الصعبة تاني. فضلنا على الحال ده لحد ما كبرنا، أنا بقى عمري 17 سنة ومريم 15. كان بيتقدم لنا عرسان كتير لأننا كنا حلوين جدا، بس عمتي قالت أنا هاخد مريم لولدي. أنا كمان خطبني ابن عمي الكبير ووافقت عليه، أما مريم فرفضت بكل قوتها وقالت لا مستحيل إن أتجوز ابن عمتي الفقري ده لأنه هو كان على قد حاله وكمان كان مش متعلم. مريم قالت أنا مستحيل أتجوز واحد من الصعيد أصلا، أنا هتجوز واحد ياخدني بحري مع أمي. بس جدتي كانت بتموتها من الضرب وقالت لها هتاخد ابن عمتك غصب عنك. في الفترة دي احنا كنا لسه بندرس في المدرسة، وكان في الأيام دي الصرف الصحي داخل جديد لبلدنا، وكانوا العمال والمهندسين اللي بيشتغلوا في الحفر والتوصيل جايين من بحري، يعني من القاهرة والمحافظات دي. احنا ورايحين وجايين من المدرسة كنا بنشوفهم وهم بيشتغلوا، ولما كنا بنشوف العمال والمهندسين مريم كانت بتنبهر بشكلهم وطريقة كلامهم، لأنهم أحيانا يعني كانوا بيعكسونا ويقعدوا يمدحوا في جمالنا. كلامهم كان حلو ومعسول، واحنا ومعديين مريم كانت بتفضل تضحك لهم وتقول لي شايفة الرقة والذوق مش زي الغشيم اللي انتوا عاوزين تجوزوهولي يا بوي على تقول دمه، ده حتى شكله يسد النفس يا باي على شكله ولا طريقة لبسه. يا شيخة شوفي الفرق ما بينه وما بين الناس دي، الواحدة يا إما تتجوز رجالة زي دي يا إما بلاش. أنا كنت بقعد أشدها وأقول لها اطلعي قدامي وامشي عدل، ملكيش دعوة بحد، عيب كده، لو حد سمعك ولا جدتك شافتك هتموتك. قالت لي سيبك منها دي ولية مجنونة ومعقدة عاملة نفسها مرت العمدة وإحنا جواريها، يا ساتر عليها هي كمان دمها واقف زي ود بنتها اللي عايزة تدهوني. وكنا بنروح على البيت والموضوع كان بيتكرر دايما، وإحنا وراجعين من المدرسة كنا بنشوف واحد من المهندسين اللي بيشرفوا على الصرف دايما يبص بنظرات إعجاب لمريم، يفضل يعكسها ويضحك لها ويقول لها كلام حلو. ومرة في مرة مريم تجاوبت معاه وبقت تسيبني وتقعد على جنبي تتكلم معاه. أنا كنت بقعد أحذرها وأقول لها اللي بتعمليه ده عيب وهيودينا في داهية، بس هي كانت بتقول إن غرضه شريف وإنه ناوي يتقدم لها. كنت بقولها طب وابن عمتك اللي خاطبك؟ تقول لي ابن عمتي مين الجاهل ده جا قطر يلهفه. وتمادت مريم في علاقتها بالمهندس ده، وهو بصراحة كان شكله جميل وكلامه حلو، ومريم حبته ووقعت في شباكه لدرجة إنها كانت بتزوغ من المدرسة وكانت بتروح تقابله في البندر. أنا كنت بتخانق معاها وبقول لها إياك تكرر اللي انت بتعمليه ده، كانت بتقولي ده كان بيفسحني وكان بيغديني. أقول لها عيب عليكي، لو الموضوع اتكشف جدتك هتموتك. تقولي لا محدش هيشوفني، وهو وعدني يتقدم لي أول ما يجرب يخلصوا شغل. صدقت كلامها
وفضل الوضع على الحال ده لحد ما شغل الصرف خلص، وتفاجأنا إن العمال والمهندسين رجعوا بلدهم، والمهندس اللي كان مواعد أختي مريم بالجواز فص ملح وذهب. مريم كانت هتتجنن وبقت تدور وتسأل عليه في كل حتة، لدرجة إنها راحت وسألت عليه في الشركة اللي في البندر. وكانت الصدمة الكبيرة لما قالوا لها إنهم خلاص خلصوا شغلهم في بلدنا وراحوا علشان يشتغلوا في محافظة تانية. مريم انهارت وتعبت، وكنت أشوفها كل يوم ما بتبطلش بكا ونحيب. خست جدا وشكلها اتغير. كنت فاكرة إن الموضوع بس إن حبيبها بعد عنها وهي زعلانة على فراقه، إنما المصيبة الكبيرة إن مريم حامل. أيوة، المهندس ده خدعها ووعدها بالجواز والعيشة في القاهرة والفسح والحرية، وعلشان هي صغيرة صدقت كلامه، عيشها في الوهم، وكانت عاوزة تخلص من الحياة اللي كلها عذاب وحرمان. صدقت وتعلقت بيه، خدعها وسلبها أعز ما تملك. ويا ريت الموضوع جه على كده وبس، لا ده كمان اكتشفت ان اختي الصغيرة اللي عندها 15 سنة حامل. الدنيا سودت في وشي، ما كنتش عارفة اعمل ايه ولا اسوي ايه. طب اروح فين واقول لمين؟ مين يساعدني؟ مين يوقف جنبي ويخلصنا من المصيبة دي؟ وانا لا اب ولا ام ولا اخ يوقف جنبينا. جدتي وعمامي لو عرفوا هيقتلوها. يا ربي اعمل ايه في المصيبة دي؟ اختي اتدمرت. حاولنا انا وهي نشوف طريقة نسقطها بيها، بس للأسف معرفناش، وابتدت تتعب وبطنها تكبر وانا مش عارفة اتصرف. لحد ما جدتي لاحظت عليها التعب وقالت لها اوديك للدكتورة، بس هي رفضت. مر شهر و2 و4 وانا وهي لا عارفين نعيش ولا نتخلص من الداهية دي، لحد ما في مرة كنا متجمعين في بيت خالي علشان فرح بنته، ورحنا علشان نبات عندهم عشان الفرح. وهناك لاحظت مرت خالي بطن مريم، بس مريم كانت بتحاول تخبي بطنها. نمنا عندهم الليلة دي، وكانت أسود ليلة في حياتي. مرات خالي جات بالليل واحنا نايمين عندهم، وحطت ايدها على بطن مريم وفضلت تدوس عليها، واكتشفت مرت خالي ان مريم حامل. يا حزني يا مراري، ايه المصيبة والفضيحة دي؟ وده الكلام اللي صحينا انا ومريم مفزوعين من النوم، ومرت خالي بتصرخ وتقوله. مرت خالي فضلت تصرخ ونادت على خوالي، وكل شيء اتفضح. كل رجالة العيلة تجمعوا ونادوا لعمامي وجم، وفضلوا يضربوا في مريم وفيها لحد ما عدمونا العافية وسمعونا كلام كان بيوجع أكتر من الضرب. وجدتي بقت تجيب التراب وتكبس بيه بق مريم وتقول لها يا خايبة فضحتينا وجبتي لنا العار وحطيتي راسنا في الطين. وعمامي فضلوا يضربوها ويقرروها عشان يعرفوا مين اللي عمل فيها كده. اعترفت مريم بكل شيء، بس ازاي هيوصلوا للمهندس ده وهم ما يعرفوش عنه غير اسمه؟ وخلاص سابوا البلد ومشيوا، هيعملوا ايه ولا يدوروا عليه فين؟ اخدونا عمامي في بيت عمي الكبير انا ومريم، حبسونا في اوضه لوحدينا، وبعدها بيومين اخدونا انا وهي للدكتوره. الدكتوره قالت لهم ان مريم حامل في الشهر السادس، وكشفوا علي انا كمان علشان يشوفوني عملت زي اختي ولا لا، بس طبعا لقوني سليمه. رجعنا لبيت عمي، فضلنا كام يوم ضرب وذل وبهدله واهانه. وفي ليلة تجمعوا عمامي كلهم، أخدوني من الأوضة اللي فيها مريم وطلعوني برا ودخلوا عندها. أنا خفت عليها، بصيت عليهم من خرم الباب وتفاجأت بعمي الكبير بيضرب مريم على راسها بشومة. وقعت مريم على الأرض، ما عرفتش هي ميتة ولا حية. وبعدها كتفوها عمامي وحطوها في الشوالة. كنت شايفة بعيني كل اللي بيحصل، ومن صدمتي فقدت النطق، ما قدرتش حتى أصرخ. شالوا عمامي الشوال وطلعوا بيه من البيت في نص الليل. طلعت على السطح علشان أشوف رايحين فين، لقيتهم طالعين ناحية البحر. جريت على جدتي، مسكت في رجلها أبوس في رجلها وأبوس في إيدها، والنبي يا جدة يا جدة أرجوك أبوس إيدك سامحيها ارحميها. وهي ما كانتش بترد عليا غير بكلمة واحدة بس: اللي ما تحافظش على نفسها في البحر عرسها. اللي ما تحافظش على نفسها في البحر عرسها. طلعت تاني أشوف هيعملوا إيه في مريم أختي. بصيت عليهم لقيتهم وصلوا عند البحر. وقف عمي على الجرف وشال الشوالة ورماها في البحر. أختي يا مريم، وقعت من طولي من اللي أنا شفته، انهارت وبكيت كتير، بس محدش حتى كان بيواسيني بكلمة. بقيت وحيدة، لا أب ولا أم ولا أخت، وفضيحة ملازماني طول حياتي. فقدت رغبتي في الحياة، لا باكل ولا بشرب، بقيت زي الصنم. مرت الأيام وجات أمي زيارة كالعادة، سألت علينا، رحت لها، سألتني على مريم، حكيت لها اللي حصل. فضلت أمي تلطم وتصرخ بس مش بإيدها حاجة، كتمت نفسها علشان ما تفضحناش. وبعدها سافرت أمي وأخدني عمي الكبير أعيش عنده كام شهر، وتم مجوازي على ابن عمي اللي كنت مخطوباله. تجوزت وخلفت، بس
بس طبعا بقيت بتعاير باللي عملته أختي طول عمري وأنا عايشة في ذل وعذاب، وبقيت أدعي ربنا ما خلفش بنات علشان لما يكبروا ما يتعايروش بخالتهم واللي عملته. والحمد لله ربنا استجاب دعوتي وعطاني 4 أولاد. كبروا أولادي والحمد لله زوجي كويس وبيحبني، بس حماتي ما بتسيبش فرصة إلا وتفكرني بأختي وتعايرني باللي عملته. ودي كانت قصتي أنا وأختي مريم اللي حبيت أشاركها معاكم عشان كل البنات ياخدوا منها العبرة. إياكم إياكم إلا والشرف، اوعوا تدوا فرصة لحد يضحك عليكم أو يخدعكم. اوعى واحدة تفرط في نفسها وسمعتها، محدش يستاهل. أولها غضب لربنا وسمعة أهلك ونفسك هيفضلوا يتعايروا بيها أهلك لأحفاد الأحفاد. عيشي عزيزة بكرامتك، ما تخليش حد يذلك. لحد هنا وخلصت حكايتنا، بس لسه معانا حكايات تانية كتير. لو حبيتوا تتابعوها معانا ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.